قائمة أعلى المدربين أجرا بين المدربي المنتخبات المشاركة في الكان 2025 بالمغرب، وسنبدأ من المركز 11 إلى المركز الأول. ومعنا في المركز 11 مدرب منتخب تونس سامي طرابلسي يتقاضى شهريا 11,000 يورو. وفي المركز العاشر المدرب منتخب مالي البلجيكي توم سانشفيس يتقاضى شهريا 20,000 يورو. وفي المركز التاسع الألماني جيرنوت روهر مدرب منتخب بنين يتقاضى شهريا 25,000 يورو. وفي المركز الثامن المدرب المصري حسام حسن مدرب منتخب مصر يتقاضى شهريا 30,000 يورو. وفي المركز السابع، وهذا كان مفاجأة بالنسبة لي، وهو الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب منتخب السودان الذي يتقاضى شهريا 48,000 يورو. والمفاجأة وهي كما يعلم الكل الأزمة التي تعيشها دولة السودان على كل المستويات، فلم أتوقع أن يكون راتب مدرب منتخب السودان وصل ل 48,000 يورو. وفي المركز السادس المالي إيريك شيل مدرب منتخب نيجيريا يتقاضى شهريا 50,000 يورو. وفي المركز الخامس الفرنسي سيباستيان دوسابر مدرب منتخب الكونغو يتقاضى شهريا 51,000 يورو. وفي المركز الرابع المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب يتقاضى شهريا 70,000 يورو. وفي المركز الثالث الإيفواري إميريس فايي مدرب منتخب كوت ديفوار يتقاضى شهريا 75,000 يورو. وفي المركز الثاني البلجيكي هوغو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا يتقاضى شهريا 76,000 يورو. وفي المركز الأول البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الذي يتقاضى شهريا 135,000 يورو. وبهذا يكون بيتكوفيتش هو الأعلى أجرا بين المدربين المنتخبات في قارة إفريقيا. هذا كل ما في الفيديو إخواني، أتمنى أنكم تشاركوا في القناة ونتلقاو في فيديو جاي. سلام.